ما لازم لك الله يجزيك الخير، الله يخلف عليك، الله يعوضك. وقام هذا الضيف قال لك الله لا يعطيك العافيه. شو رايك فيها؟ صدمه هيك؟ هيك صدمه هيك؟ وقله ادب صح ولا لا؟ وقله حياء وقله دين وقله تهذيب. هذا مثل الطالب القليل الادب مع المعلم. هذا مثل الطالب القليل الادب مع المعلم. المعلم يقدم للطالب أنفس وأزكى وأطيب وأعلى وأسمى وأرقى مما يقدمه المضيف للضيف من الطعام والشراب. العلم مادة العلم هي مادة زاكية بطبعها، مادة نقية بطبعها، صافية بطبعها. إذا الطالب ما قدر جهد المعلم وبذله وتضحيته في عمره ما بيكون طالب ولن نفلح أبدا. نحن أمة لن تفلح ما لم نقدر قيمة المعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. العلم كله خير يا إخواني. فإذا ما علمنا أولادنا توقير المعلم واحترامه وإكباره وإنزاله منزلته فسنظل غارقين في ظلمات الجهل. اليوم الطالب ما عم يتقبل من الأستاذ. ليش ما عم يتقبل من الأستاذ؟ يقول لك شو يعني، شو في فرق بيني وبينه؟ هو أستاذ وأنا طالب. ما في فرق؟ هو أستاذ وأنت طالب وما في فرق؟ يعني أنت تذكر الفرق ولا فرق؟ كيف بدي يكون في فرق؟ مثل اللي بيقول لك ما في فرق بيني وبين والدي، هو والدي ولا ابنه؟ شو بدك فرق أكثر من هيك؟ شو لازم يكون في فرق أكثر من هيك؟ مثل اللي بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بشر، هو بشر ولا بشر؟ لكن يوحى إليه وكفى به فرقا. يا إخوان، نحن أمة يجب أن تتعلم، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. هذا الطالب الذي يتكبر على معلمه يتكبر على أستاذه لن ينال العلم بحال من الأحوال أبدا. لابد للطالب من أن يتواضع لمعلمه بأستاذه، وهذه مهمة الأهل في البيت. أنا بربي ابني يا ابني اسمع كلام أستاذك، تواضع لمعلمك. إذا الأستاذ أساء إليك بقول أو بعمل اسأله: الأستاذ شو الحكمة من هذا التصرف؟ ما يوقف يفرش صدر الأستاذ: ليش عم يكذب معي؟ ليش هيك ساوي؟ هذا ما له أسلوب. شو الحكمة؟ خليك مؤدب. شو الحكمة من التصرف؟ إذا كان الأستاذ عاقل وبيفهم رح يراجع نفسه ويعتذر. وإذا كان مكابرا في إدارة روح للإدارة مش فيه الإدارة. أما أنا أعلم ابني يناطح الأستاذ، طب الأستاذ ما راح يتقبله بالصف. وإذا ما تقبله بالصف شو تكون سويت؟ أدبت المعلم ولا خسرت ابنك؟ خسرت ابنك. يا إخواني، هذا أمر لابد من أن نعيه جيدا. أحيانا أنا أتكلم في تفاصيل لأنني أراها غائبة عن كثير من أولياء الطلاب، أولياء الأولاد. هذا ولد يجب أن يربى على حب العلم وطلب العلم. ما في طالب بحاسب الأستاذ أبدا، مثل ما أنه ما في ولد بحاسب أبوه أبدا. الولد ما بصير يحاسب أبوه. الولد ينصح لأبيه، بيجي لوالده بيمسكه إيده بيحطه على راسه بيقول له: أبي شو الحكمة من التصرف هذا اللي تصرفته؟ أنا ما فهمته. فالأب بيشرح له. وإذا كان الأب مخطئ وفهم نفسه إنه مخطئ يراجع نفسه. أما تصور إنه ابنك يوقف بين إيديك ويقول لك: ليش هيك ساويت معي؟ شو بتقول له؟ إذا أدمت ابنك ساوى معك هيك وهو ابنك وقال لك: ليش هيك عملت معي؟ شو بتقول له؟ بتبس له إيده وتقول له: يا أبي أنا بعتذر منك والله أنا آسف.
ابنك وطلعوا بره، فكيف الاستاذ شو بيسوي الطالب؟ يا اخواني، رحم الله امرأ انزل الناس منازله، ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنه، ورحم الله امرأ تواضع لله فرفعه، ومن تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. انا رايح مدرسه طالب علم يا اخواني، والله العظيم في بعض الطلاب عم يدخلوا على المدرسه كانوا جاي سياحه، موبايل وسلسله في ورده وبلاد في ايده، ولابس لي احلى لبس، لا لابس مدرسه ولا لابس شيء، وداخل على المدرسه لا عاجبه استاذ ولا عاجبه موجه ولا عاجبه الاداره، وبيبع حتى استاذ شو بدك فيني؟ شو بدك عليها فيني؟ وانت جاي على المدرسه ولا جاي على مقهى؟ وين الادب الذي كان يتمتع به طالب العلم امام معلميه واساتذته؟ يدخل المدرسه خافض الطرف، يسلم على اساتذته في الصباح او في المساء: السلام عليكم، الله يصلحك بالخير، الله يمسيك بالخير، كيفك يا استاذ؟ اتاذن لي بالدخول؟ الله وكيلك هذا الطالب يدخل على الصف، ما حتى الباب ما بيدقه، بيدخل بيجي متاخر ساعه وساعتين عن الدوام وبيدخل داخل وين؟ داخل على الصف. طيب استاذن الاستاذ، بدك شو له على قفلي؟ انا داخل على الصف. الله اكبر، الله اكبر. وين الادب؟ وين الاحترام؟ وين التوقير؟ وين التقدير؟ اين انزال المعلم منزلته؟ وين هي؟ لا بد من ان نعلم اولاد ابني. المعلم في مقام الاب. انا ابوك في البيت، هو ابوك في المدرسه. بهذه المنهجيه من التعليم سنحصل نتائج طيبه جدا. اول شيء بيتعلم الولد بيحترم نفسه، الولد بيتعلم يحترم ابوه، يحترم امه، يحترم استاذه، يحترم الطلاب، بيحترم انسانيته. هذاك الوقت سنسود الدنيا، سنسود الدنيا. اول شيء الادب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. احاسنكم اخلاقا. الموطؤون اكنافا، المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الطالب اللي بتلاقي شديد على استاذه، شديد هيك في نظراته لمعلمه، يفرض هيبته على استاذه، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. مثل الولد اللي بيدخل على البيت بيقول له لابوه، يعني بحال بسلوكه، ما بيقول بلسانه بس بسلوكه: دير بالك انا صرت شاب طلع فيني، انا ما بينحكى معي مثل ما بينحكى مع طالب الصف الاول والصف الثاني في التعليم. فالاب بيصير بيحسب حساب للكلمه اللي بيحكيها مع ابنه. الاب بجلاله قدره بيصير شو؟ بيختار الفوز قدام ابنه، وابنه بتلاقي الفرعه ما فيش بحاله تديك الحبش وداخل على البيت. الاب بده يحط واسطه بينه وبين ابنه، بيقول له برضه هو يحكي لي ما بدي اشوف ليش لا هذا اذا كان اب واعي فعلا بده يحط واسطه بينه وبين ابنه. هي الحاله ما انت عم تدرب ابنك انه ما يحترمك. لما عم تدرب ابنك ما يحترم الاستاذ، عم تدربه انه ما يحترمك، ما يوقرك. لكن حين تعلم ولدك احترام معلميه، انت تلقائيا عم تربي ابنك انه يحترمك. والله يا اخواني، انا اليوم ارى بعض المشاهد، انا افاجئ. بيدخل طالب صف خامس او صف سادس، احيانا نستدعي اولياءه، فبتقوم امه شافت مثلا الصباط تبعه او البوط او الخفافه ما هي مربوطه، فبتقوم على الكرسي وتسارع المسكينه الى ربط الرباط لابنها. هيك بدنا نشتغل؟ هيك بدنا نشتغل؟ هي تربيه. هذا الولد صار مؤهلا لخدمه والدته، المفروض هو يبوس ايد امه، يوقف
سنظل في هذه الإشكالات. هذه دعوة مهمة جدا إلى مراجعة أنفسنا في تربية أولادنا في التعامل مع المعلمين، لينقلب ذلك إيجابا في التعامل مع ذواتنا في البيت، آباء، أمهات، إخوة، أخوات، وسينعكس ذلك إيجابا على المجتمع كله. أسأل الله أن يتقبلنا وإياكم. السلام عليكم.